في ناس كتير بقت بتميل اكتر او بتحب الاشرار في عالم الانمي. يعني سؤال تحسه غريب شوية، بس هي الفكرة كلها ان الانمي الحديث بقى واعي الى حد ما نفسيا. يعني انت مثلا لو خدت مثال من انمي هانتر اكس هانتر، ونبص مثلا على الملك بتاع النمل. اول ما ظهر ملك النمل كلنا شايفين ان هو شخصية قوية، بس واضح جدا ان هو شرير، فكلنا ما كناش بنحبه. لما بقى تيجي تبص على اخر حلقة لملك النمل وهو بيموت، هو كل اللي كان بيعمله ان هو اتحول 180 درجة، ان هو كان بيموت وما بيدورش بس غير على شخص واحد اللي هو كوموجي. وقد ايه كلنا اكيد اتأثرنا بالموقف ده او الحلقة دي، مع اننا كلنا كنا شايفينه شرير في اول حلقة ظهر فيها، بس مع الاحداث ابتدى ان هو يتحول 180 درجة. وهو ده الطريقة اللي هم بيعملوا بيها السرد أو الكتابة بتاعة الشخصيات، لأن هم بيعتمدوا على تقنيات في علم النفس فعليا علشان يخلوك تميل للشخصيات بعض الشيء. وبرضو إن الشخصيات اللي بيعملوها مش بيوضح لك فيها إن هي فيها الشر المطلق. لا بالعكس، هو بيقول لك إن مفيش حد شرير بنسبة 100%، وفي نفس الوقت مفيش حد طيب بنسبة 100%. فانت بتبدأ تتعاطف مع الشخصيات دي والشخصيات دي. قول لي بقى انت مين اكتر شرير اتعاطفت معاه قبل كده؟